سلام الاخوان، صافا عليكم بخيرين، اموركم على خير ان شاء الله تعالى. كنتمنى نلقاكم باحسن الاحوال. مرحبا بيا عندكم، مرحبا بكم عندي كذلك. معكم الاخت غزلة من قناه زوجوني، قناه زوج الاسلام على سنه الله ورسوله. واخا الخوت ان شاء الله اليوم عندنا طلب ديال واحد الاخت، غنقرا عليكم العنوان ديال هذا الطلب. هو كيتكلم عن أربعينية من دولة قطر العربية تبحث عن شخص عربي للزواج، وكتقول عندي شرط بسيط. انا نقرا لكم الطلب ديالها والله يدير تاويل الخير للجميع. كتقول: أنا اسمي عبير من دولة قطر العربية، لدي شركة خاصة للنسيج والملابس، وأساعد أبي في شركته في بعض الأحيان، ولدي سكن خاص. تزوجت مرة واحدة في حياتي، عمري في أوائل الأربعينيات، طولي 1.64 متر، وزني 70 كيلوغرام، بشرتي لونها بيضاء مثل الحليب وناعمة وجميلة، وقوامي متناسق لدرجة تأخذ العقل. لون شعري بني كثيف جدا طويل. أما عن ديني هو دين الإسلام، سنية والحمد لله، حاصلة على عدة من دبلومات في التسيير العقار، كما حصلت على مؤهل في الجامعة في دولة قطر منذ 6 سنوات. حالتي المادية كتقول بشتغل وشركة عندي، وعندي ما يكفيني للعيش في الرفاهية أنا ومن سيفوز بقلبي، وعندي عدة أملاك، وأحتاج من يساعدني في تسيير شركتي. أما مواصفاتي فهي كما يلي: أنا امرأة رقيقة وناعمة وهادئة، وجسمي متناسق جدا كما ذكرت سالفا. أهتم بجمالي وجسمي ورشاقتي يوما بعد يوم. تزوجت مرة واحدة في كل حياتي، وحصلت على خلافات مع زوجي السابق، كما يعني يهملني ومن نفسي دائما مشغولة بشركته وأموره الخاصة، وفوق هذا كله طلقني. أما الآن أرغب بالزواج من شاب أو رجل محترم، وفيه طباع أن يكون حنون، وشرط أن لا يمنعني من مزاولة عملي، لأني لا أكون مرتاحة جدا إلا عندما أكون في العمل، ويجب أن لا يكون خائن ولا عيونه زائغة لأني أكره هذا النوع من الرجال، وما يشوف غيري وما يتخلى عني في يوم من الأيام، وهذا حقها أكيد. وما عندي شرط آخر غير اللي ذكرته سابقا بشريك حياتي الذي أطلبه، وأرجو أن يعاملني بكل احترام. من ناحيتي أنا سأمنحه كل الحب والحنان الذي طال ما يتمنى. الآن إذا كانت تتوفر فيك هذه الشروط أخي التي طلبتها الأخت عبير، ما عليك سوى تزويدنا بمعلوماتك: اسمك الشخصي والعائلي، طبعا الوظيفة التي تشتغل بها حاليا، من أي دولة أنت، هل تريد الزواج فعلا من مطلقة جادة وأن تحسن معاملتها؟ هل ترغب أنت بالزواج فعلا؟ لا، اللي يعني إنسان ما يكونش يتفلى، يعني اللي بغى يدخل في المعقول. وهل أنت أعزب أو متزوج أو مطلق وعلى استعداد للزواج؟ كما أننا نرحب بتعليقاتكم في القناة، وسنقوم بالرد على طلباتكم فورا إن شاء الله تعالى. الخوت حد موفق للجميع، وكنتمنى الخير للجميع. وبالنسبة لكم الإخوان، ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بالجديد. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، خليت لكم الراحة وراحة البال، ومع السلامة.